تشق صرخته صمت القاعة، حيث كانت أجهزة أمنية عراقية تعرض ما قالت إنها اعترافات إرهابيين ضالعين في تنفيذ تفجيرات. مسرحية يديرها هذا العميد، مسرحية يديرها هذا العميد وأبرياء والله. صح إذا رحنا يموتنا. العميد ما رحنا. والله بين المتهمين صاحب الصرخة اسمه ليث مصطفى دليمي، عضو منتخب في مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية. تهمته ترأس مجموعة إرهابية من 18 فردا. شنو مواصفاتك انت بحيث اخذت صفة مفتي؟ سيد إمام جامع. إمام جامع. نعم، على ديوان الرفق السلمي. تقول الأجهزة إن المجموعة اعترفت بالتهم، وبالفعل بدأ المتهمون يدلون بالاعترافات المفترضة قبل أن يقلب ليث الطاولة على الجميع. الحكي براحتنا والحكي معلق وما نخاف بس من الله سبحانه وتعالى ثم سيادة رئيس الوزراء، فماكو لا ضغوطات ولا أبد. هي السياسة إذن، فالأمر يتعلق بالعراق وليس بأي بلد آخر، حيث التسييس بلغ مدى يصعب معه التمييز بين ما هو قانوني وما هو سياسي. على الأقل هكذا يصف خصوم رئيس الوزراء نور المالكي الوضع، ويقولون إن الاعتقالات السياسية تستهدف القائمة العراقية وطائفية تستهدف السنة العرب. وقد بلغت قضية الملاحقات مداها في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يحاكم غيابيا الآن بتهمة الإرهاب، الأمر الذي نفاه الرجل مرارا. لم يقف الأمر عند الهاشمي، فسرعان ما اتسعت الدائرة لتطال تهم 2 من أعضاء مجلس